السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن، وفيديو اليوم الوصفة اللي فيه جدا جدا قريبة لقلبي لأنه أسويها من وأنا صغيرة. خالتي الله يرحمها كانت تسوي دا التشيز كيك، وبعدها أنا تعلمته منها وصار شيء إدمان عندي، اللي هو التشيز كيك بالليمون والتوت الأزرق. عشان نعرف كيف نسويه خلونا نروح المقادير. حنحتاج جبنة كريمية، جيلي ليمون، كريمة خفق اللي تكون بودرة، حليب بارد، بسكوت مطحون، ومن مجموعة الطبخ من لور باك حنستخدم مكعبات الزبدة. وآخر شي حنحتاج حشوة التوت الأزرق. ودحين نروح لطريقة التحضير. حستخدم من مجموعة الطبخ من لور باك مكعبات الزبدة. الحلو فيها إنه حجمها صغير ووزنها 50 جرام، فبما إنه أنا ححتاج 200 جرام حستخدم منها 4 حبات، جدا جدا سهلة في الاستخدام. حدوبها وحستخدمها مع إيش؟ مع البسكوت. البسكوت ححطه في الصينية اللي حستخدمها، بعدها حضيف عليه الزبدة اللي دوبناها، وحنعجن البسكوت والزبدة مع بعض مظبوط. بعدها نفرد البسكوت مظبوط في الصينية ونحطه في التلاجة تقريبا مدة نص ساعة إلين ما يتماسك. عشان نسوي الطبقة التانية حنخلط الجبنة الكريمية وكريمة الخفق البودرة، الجيلي الليمون والحليب البارد، حنخلطهم مع بعض مظبوط إلين ما يكونوا خليط هش وكذا، يكون فلافي ومتجانس مظبوط. حنفرد طبقة الجبنة أو الطبقة التانية على البسكوت، حنفردها مظبوط. بعدها حندخلها التلاجة ونسيبها تقريبا 3 ساعات إلين ما تتماسك كليا. نضيف الطبقة الأخيرة اللي هي حشوة البلو بيري أو حشوة التوت الأزرق، ونفس الشي برضو حنفردها مظبوط على السطح، وحنرجع ندخلها التلاجة تقريبا ساعتين إلين ما كل شي يصير بارد وجميل مع بعض. وبكذا حنكون خلصنا فيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا لما تجربوا التشيز كيك تصوروها تبعتولي هي على الانستغرام، ويا رب تعجبكم زي ما أنا من جد مرة أحبها. ترى دايما أسويها، ناس يجوا عندنا أسويها، أروح الناس أخذها ليهم، أحد يطلبني وصفة حلا أديهم دي الوصفة. سهلة ولذيذة وتعجب الكل. أشوفكم فيديو تاني قريب إن شاء الله. بالعافية عليكم مقدما، أحبكم جميعا ومع السلامة.